هي الشقة دي قديم ولا جديد؟ السؤال اللي بيبدأ بيه أي خناقة بين المالك والمستأجر. مفيش بيت في مصر مسمعش عن مشاكل الإيجار، واللخبطة كلها بتبدأ من كلمة واحدة: تاريخ العقد. لأن التاريخ ده هو اللي بيحدد هل انت خاضع لقوانين زمان اللي مفيهاش خروج، ولا للقانون الجديد اللي بيحكمه العقد وشروطه. أهم الفروق اللي لازم تعرفها بين الإيجار القديم والجديد: تاريخ 5 يناير 1996، ده التاريخ الفاصل في حياة أي حد بيأجر أي عقد اتكتب قبل التاريخ ده يعتبر إيجار قديم، وبيمتد مدى الحياة وللورثة بشروط معينة. وأي عقد اتكتب بعد التاريخ ده يعتبر إيجار جديد، ومدته محددة في الورقة اللي بنمضي عليها. المدة في العقد في القانون الجديد مشهرة، مش معناها للأبد زي ما الناس فاهمة. معناها إن العقد مدته هي مدة دفع الإيجار، يعني شهر بشهره. لكن في القانون القديم الموضوع مختلف تماما، والعقد بيفضل شغال لحد ما تحصل حالة من حالات الإخلاء القانونية. زيادة الإيجار في القانون الجديد: الزيادة بتكون بالاتفاق بينك وبين المالك، مثلا 10% كل سنة. لكن في الإيجار القديم الزيادة محكومة بقوانين معينة ومبالغ بسيطة جدا، إلا لو كان المكان تجاري في قوانين تانية نزلت بتزوده. التوريث: الإيجار الجديد بينتهي بانتهاء مدته حتى لو المستأجر لسه عايش، لكن الإيجار القديم بيمتد لمرة واحدة بس للورثة اللي كانوا مقيمين مع المستأجر الأصلي وقت وفاته لمدة سنة على الأقل. معلومة مهمة: في القانون الجديد، قانون رقم 4 لسنة 1996، العقد هو شريعة المتعاقدين. يعني اللي هتكتبه في الورقة هو اللي هيمشي عليك. لو كتبت سنة يبقى سنة، لو كتبت 10 سنين يبقى 10. مفيش حاجة اسمها المالك يخرجك قبل الميعاد طول ما انت ملتزم وبتدفع الإيجار. نصيحة: لو انت بتمضي عقد جديد لازم تتأكد ان العقد ثابت التاريخ او عليه صيغة تنفيذية من الشهر العقاري، عشان لو المالك فكر يخرجك قبل ميعادك او انت رفضت تسلم بعد انتهاء المدة، الموضوع يخلص بسرعة من غير محاكم. نصيحتي النهاردة: وانت بتكتب عقد ايجار جديد ابعد عن كلمة إلى ما شاء الله او طول حياة المستأجر، لان الكلمات دي بتدخلنا في متاهة قانونية، وممكن تخلي العقد مدته هي مدة دفع الإيجار بس شهر واحد. اكتب مدة واضحة وصريحة بالسنين عشان تضمن حقك. المرة الجاية هنتكلم في الموضوع اللي شاغل مصر كلها: تعديلات قانون الإيجار القديم، وإيه اللي اتغير في 2026. هل فعلا الشقق هترجع لأصحابها؟ انت ساكن إيجار قديم ولا جديد؟ وهل واجهتك مشاكل قبل كده في فهم بنود العقد بتاعك؟ لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش الريبوست والفولو، ولو على الفيسبوك ما تنسوش اللايك والفولو. اشوفكم الحلقة الجاية.